مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لبداية لقاء الليلة ضد فريق يانج أفريكانز. تشكيل الأهلي الأقرب لبداية لقاء اليوم: مصطفى شوبير، أكرم توفيق، علي معلول، عبد المنعم أو محمد هاني، رامي ربيعة، مروان عطية، عمرو السولية، أفشة أو إمام عاشور، حسين الشحات أو رضا سليم، بيرسي تاو أو كريم فؤاد، وسام أبو علي. خبرنا الثاني: تعرف على القناة الناقلة والمعلق على لقاء النادي الأهلي اليوم ضد يانج أفريكانز. من المقرر أن تبدأ مباراة اليوم في 6 مساء، وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 6 المشفرة، وحيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو المعلق على هذه المباراة. خبرنا الثالث: محامي كهربا كان يمكنه اللعب بفترة أطول دون سداد الغرامة. قال محامي كهربا أشرف عبد العزيز: الأهلي لم يكن طرف في هذه القضية. كهربا سدد الغرامة لما لعب واشتغل على نفسه واستطاع توفير المقابل المالي. ما دفعش في الأول لأنه ما كانش معاه الفلوس، ولكنه استطاع إنجاز الأمور سريعا وسجل أحد أفضل أهداف دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي. كهربا قدر يجمع الفلوس وتم تسديدها بالجنيه المصري. خبرنا الرابع: محامي كهربا يعلنها. النادي الأهلي ساند كهربا في هذه الأزمة. تحدث محامي كهربا وأكد على أن النادي الأهلي ساند اللاعب، حيث قال: النادي الأهلي على الرغم من أنه لم يكن طرف في هذه القضية، ولكن النادي الأهلي ساند كهربا بقوة عندما دعمه وساعده أنه يرجع تاني يشارك ويلعب بعد إيقافه لمدة 6 شهور، ومنحوا الفرصة والأمل للعودة للحياة، وشارك مع الأهلي وفاز بدوري أبطال أفريقيا. وبالتأكيد ساعد النادي الأهلي اللاعب بشكل مباشر أو غير مباشر في جمع أموال الغرامة. خبرنا الخامس: بريرا رئيس لجنة الحكام يهدد بتقديم استقالته بعد استخدام حكام أجانب لنهائي الكأس. بعد استقرار اتحاد الكورة على استخدام حكام أجانب لنهائي الكأس في موسم الرياض بين الأهلي والزمالك، فأن بريرا رئيس لجنة الحكام بيدرس الآن تقديم استقالته والرحيل لتمسكه بتعيين الحكم الزملكاوي محمد معروف.